عاوزة أقول لكم إن ما فيش رمضان بيعدّي عليّا غير وأنا عاملة الفول بإيديّا، بانقعه كده قبلها بيوم وبادّي للحبايب أول ما يستوي. النهارده بقى هنعمل مع بعض الفول الزبدة، الفول مش هنسميه الفول المدمس لأ، هنسميه الفول الزبدة. عاوزة أقول لكم أنا باعمله بطريقتي كل سنة وبادّي منه لكل الحبايب. شفتوا نسيتوني أسلِّم عليكم. صباحكم فل، صباحكم ورد، صباحكم خير، كل سنة وأنتم طيبين، وينعاد عليكم يا رب شهر رمضان بالخير كله، يا رب يبقى شهر خير علينا يا رب. بُصّوا بقى يا ستي، النهارده كده عايزاكِ تقومي تعملي الفول، إحنا لسه أهو في البداية، عايزاكِ تقومي تعملي الفول للشهر كله. حلو الكلام؟ إيه اللي أنتِ هتجيبيه معايا بقى؟ يالّا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة كده جبت معايا كيس بالضبط من الفول. طب نقعتيه قد إيه؟ نقعته بالضبط 24 ساعة، يعني نسيه كده في التلاجة اليوم اللي أنتِ هتروّقي فيه طبعًا صابح طبعًا عليكِ رمضان، حطيه بقى كده في التلاجة نقعيه، وأول يوم رمضان ابدئي بقى إن أنتِ اعمليه. نقعته كده لمدة 24 ساعة وسِبته بقى على جنب، وأهم حاجة، أهم من النقع يا جماعة إن أنتم تغيّروا على المَيّة بتاعته، أهم حاجة غيّري على المَيّة كل شوية. طَب أغيّر على المَيّة كل شوية ليه؟ عشان ما يسوَدّش منِّك، وهتشوفيه في الآخر هو شكله عامل إزاي. هنا كمان معايا كوباية كده من الفول المدشوش، وكمان كوباية من القمح، القمح بتاع البليلة. هاتيهم هُم الاتنين كده على بعض، اغسليهم كويس جدًا وحطيهم بقى في حلة كده يتنقعوا، يعني مثلًا قولي مثلًا ساعتين، 3 ساعات زي ما تحبي. أنا الصراحة كنت مستعجلة فنقعتهم كده لمدة ساعة، ساعة وشوية، وهاضيفهم بقى كده على الفول بتاعي. في حلة بقى كده عندي على النار، تمام، هانزل بقى بكمية الفول اللي أنا حطيتها، تمام، وهاقلِّب بقى كده في الفول بتاعي، وكمان هانزل عليهم بالفول المدشوش وكمان البليلة. أنزّلهم كده بقى كده كلّهم، وهاقول لكم الحاجات اللي إحنا هنحطها على الفول إيه. بعد كده بقى هنحط إيه، حطيت كده شوية كده من العدس، نقول نُص كوباية من العدس، غسلته كده وحطيته على الفول بتاعي. كمان هنا عندي ليمونة كده قطّعتها بالنُص، ليمونية كاملة، لو عايزة تحطي ليمونتين ما فيش مشكلة. كده يعني بيفتّح الفول معاكِ مع العدس، مع برضه المكون اللي إحنا هنحطه، هيفتّح معاكِ الفول وهيخلّي الفولية فاتحة وكمان زبدة. الخطوة اللي بعد كده بقى هانزل بمكعب مرقة ماجي عادي. لو أنتِ عايزة تحطي المكعب ما فيش مشكلة، عايزة تحطي توابل برضه حطي براحتك زي ما تحبي. هنا بقى هاحط كده جزراية مبشورة. لقيت كده جزراية عندي في التلاجة قُلت لها تعالي والله العظيم أنا هاطلّع عينيكِ. رُحت باشراها بقى كده ومنزّلاها كمان على الفول. أهم حاجة يا جماعة إن الريم اللي أنتم شايفينه ده لازم كلّه يتشال. بُصّوا أنا هاقلّب كده وهابدأ كده بقى إن أنا إيه، أشيل الريم بتاعي. بُصّوا، هنا بقى كنت باقول لكم إن أنتم لازم تشيلوا الريم الموجود ده، عشان الريم ده هو اللي بيسوّد الفول. خطوة بقى التسوية ودي أهم خطوة. أنا للأسف ما كنتش لايقة الغطا بتاع الحلة، كنت حاطاه في صينية تانية يعني، فجبت الصينية دي وحاولت إن أنا كده أغطي بيها الحلة واكتمها كويس جدًا. رُحت بقى مليت عندي البراد، ما عنديش للأسف حلة ضغط، فمليت عندي بقى البراد. لو عايزة تحطي كمية حاجات أكتر من كده على الفول، أهم حاجة إن النار بتاعتِك تكون شمعة، وتسيبي بقى الفول على النار براحته 6، 7 ساعات لحد بقى ما الفول يستوي معاكِ. هنا بقى كان اللهم بارك الفول بتاعي استوى وبقى زي ما انتم شايفين، لا في سواد بقى من على الجناب ولا الفولية نفسها مدكنة كده وسودة. بص الفولية عاملة ازاي، اللهم بارك زبدة. زي ما قلت لك امشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها، واهم حاجة ان انت تغطي الفول كويس جدا وتزوديه مية كل شوية كل ما المية بتاعته تقل، وهتلاقي الفول بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بقى بعد الفول بتاعِك ما يستوي، هاتي نُص كوباية مَيّة عليها معلقة كده من الدقيق، وانزلي بقى بيها كده على الفول وقلّبي كويس جدًا. يعني خلاص أنتِ كده يعني النار برضه شامعة شوية معاكِ، مجرد بس ما يعني تغلي حاجة بسيطة جدًا، وخلاص اطفي عليها النار وسيبي بقى الفول بتاعِك يبرد. الخطوة اللي جاية دي بقى خطوة اختياري. أنا كده لازم آخد شوية من الفول 4، 5 معالق كده واضربهم بقى في الكبة بتاعتي، وأنزل بقى بيها كده على الفول. بس الخطوة دي خطوة اختياري، لو أنتِ حابة تعملي كده ما فيش مشكلة، لو أنتِ مش حابة خلاص اكتفي بإن خلاص تاخدي الفول مجرد ما يبرد وتعبيه في أكياس وتشيليه في الفريزر بتاعتِك. بس أنا باحب إن أنا أضربه كده في الكَبّ بحيث إنه بيدّي طعم الفول المدمس اللي جاي من الدماسة فورًا.
هنا برضو عاوزة اوريكم، بصوا شكل الفول عامل ازاي، اللهم بارك، بعد ما ضربنا كده شوية منهم في الكبة. بصوا شكله عامل ازاي، والله العظيم يا جماعة بجد بجد جربوا الطريقة دي ومش هتخسروا وهتعتمدوها كل سنة بإذن الله. الخطوة اللي بعد كده بقى وهي خطوة تحويجة الفول. أهم حاجة عشان تحوجي الفول صح، ركزي في الطحينة وخطواتها. أولا كده معايا معلقتين بالظبط من الطحينة، تمام، هاتي كده معلقتين من الطحينه. وعايزه اقول لك ان الكميه اللي احنا هنعملها دي هتحطيها كده في ازازه، كل يوم قبل ما تيجي تعملي الفول هتحطي شويه منها. هنزل كده بقى بالميه السخنه عندي وهبدا بقى ان انا ايه، اربط الطحينه مع الميه لحد ما تكون كده طحينه طحينه. تمام، هقلب بقى كده، قلبي بقى الطحينه كده كويس جدا جدا لحد ما تربط معاكي. اهم حاجه تقلبي كويس عشان ما تكتلش معاكي في الفول. تمام كده خلاص، كده قلبناها كويس جدا بقت زي الفل. بصوا بقى ده القوام اللي احنا عاوزينه. هنعمل ايه بقى بعد كده، هضيف كده شويه من الخل، ومعاه كمان شويه كده من الملح، وهضيف كمان كده شطه، ودي اختياريه، لو حابه تضيفي الشطه ضيفي، مش حابه براحتك. هضيف كده شويه من الشطه وكمان شويه من الكمون، وابدا بقى اقلب كل الكلام ده مع بعضه. في بقى خطوه تانية للناس اللي بتحب الليمون كتير، طبعا مع غلو الليمون ده، فممكن لو انت عامله ليمون مخلل تضربي الليمون المخلل مع الطحينه دي. يعني تضربيه كده في الكبه، تحطي بقى الليمون المخلل مع الطحينه مع كل الكلام والحبشتكنات اللي احنا حطيناها دي، وعاوزه اقول لك انك هتاكلي احلى طبق فول في حياتك. طبعا هتوفري طبعا في الليمون، انت كده كده عامله ليمون مخلل فمش هتضطري كل يوم تحطي ليمون على الفول، فهتكتفي بالليمون المخلل اللي حطيتيه مع الدقه بتاعه الفول، وهتاكلي احلى فول. طبعا انت كل شويه تزودوها ميه لان هي بتبقى تقيله، وبقى هنحطها على الفول بتاعنا. وهنا بقى انت عملتي احلى طبق فول هتاكليه في حياتك. يلا بقى كده قومي اعمليه وجهزيه للسحور وما تكسليش. هنا بقى كان نهاية الفيديو واللحظة اللي أنا ما بحبهاش. ويا رب الفيديو يكون عجبك وطريقة الفول تكون عجبتك، ولو عجبك ما تنسينيش في اللايك والكومنت الجميل بتاعك. وكل سنة وانتم طيبين، وأسيبكم بقى في رعاية الله.